تعالوا بقى لما اوريكم الخلاط المحمول القمر اللي انت ممكن تاخديه في اي مكان. لو انت واحده ما بتحبيش العصاير بقى الجاهزه وبتحبي الحاجه الفريش دايما او العصاير الفريش، فانا يا ستي لقيت لك الحل وقلت اجيبه واجربه واقول لك اذا كان حلو او لا. بصوا هنجربوه مع بعض دلوقتي. هنعمله عصير موز بالمانجا. تمام كده، ادينا حطينا موز، بتهيألي كده كفايه قوي موز. تمام، بصوا الجمال. بصوا بقى يا جماعه القمر دوت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده المفروض ان هو خلاط محمول تعملي فيه العصاير، بما اننا كمان الجو حر فدوت بقى تاخديه معاكي في اي مكان. وبما ان في ناس كتير ما بتحبش العصاير المعلبه فتقدري تاخديه معاكي في اي مكان وتعملي منه عصير فريش حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا شفت بتاع الخلاط بتاعه اصلا او المروحه بتاعته سريعه جدا جدا يا جماعه، وهوريكم دلوقتي معايا كده هنعمله فيه عصير المانجا اهو. شفتوا كده تحطيه كده اهو. وكمان هوريكم بعد ما نخلص طريقه التنظيف بتاعته، سهله جدا ان انت تفكيه وتعمليه وتحطيه ازاي. تعالوا الاول بس لما نشوفه هل فعلا، بما اني برده بجربه لاول مره معاكم، هنشوفه هل فعلا هيضرب لنا العصير وهيخلي لنا العصير كويس جدا وحلو، هل هيبقى فيه قطع ولا هيطلع عصير صافي. تعالوا كده نشوفه مع بعض دلوقتي. ادينا اهو بنقطع وبعمل كل حاجه قدامكم كده عشان تشوفوا ان كل حاجه قدامكم. لا يعني مثلا ما تقولوش مثلا ان انا حاطه لكم العصير اصلا عشان مثلا اغشكم اولا لا، لان انا قبل كده قلت لكم ان انا الحاجات دي كلها هجيبها لو حلوه هجيبها في المكان عندي ان شاء الله بامر الله وبسعر اقل. تعالوا طبعا هنحط معاها حبه ميه ساقعه كده اهو. تمام، بصوا كده. وطبعا نحط معلقتين سكر شايفين اهو. وبعد كده بقى ده الغطا بتاعها هنبدا بقى نقفلها كده جامد جدا اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده المفروض ادي الزرار بتاعها من تحت. طبعا عايزه اقول لكم ان دوت بيو اس بي يعني بالشحن. طب تعالوا بقى نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين اهو، شايفين اهو كده شغال. وقف ما تقوليش ليه. وكمان في حاجه كمان اهو، هو لازم تتك عليه تكتين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله، شايفين اهو. نشوفه في الاخر هل هيطلع لنا عصير صافي ولا لا. دوت اللي يهمني، بس هي شكلها عايزه تتشحن. بصوا عايزه اوريكم ان هي بتجيب كل حاجه من تحت لفوق اهي، شايفين. طب احنا يهمنا بقى يا هدير هل هينزل لنا العصير عصير كده صافي ولا في قطع؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. بصوا يلا بقى تعالوا نشوفه كده اهو. هاتوا كده عشان يبقى واضح معانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، شايفين عصير اهو نازل فيه حتة موز اهو. كانت عنده قطع طعمه كده كفكره حلوه قوي ولذيذه وعجبتني وعجبني ان انا ممكن اخده في اي مكان وان انا اعمل عصير في اي وقت. يعني مثلا انا مسافره فبحب العصير الفريش، هقدر بقى طبعا في المصايف والحاجات دي بيبقى معظم الاماكن مبقاش فيه بقى خلاط بقى والكلام ده، فدوت هيبقى حلو قوي قوي في العصير. عجبني وحلو قوي. بس برده وزي ما انا بقول لكم اي فيديو بعمله لكم يعني بعد اسبوع هطلع لكم من تجربته وهشوفوا اذا كان حلو ويستاهل فلوسه ولا لا. دوت انت جايباه بكام يا هدي؟ ب 135 جنيه يا جماعه، ب 135. في انواع طبعا كتير جدا وبيختلف اسعاره. النوع دوت انا سالت عليه قالوا لي ان هو كويس مش وحش وحلو كمان سعره كويس وعجبني. وتعالوا اشربوا معايا العصير بقى. حلو، عجبني قوي العصير، طعمه جميل وفريش كده ان انت تعملي العصير في اي وقت. بجد حلوه وفكره لذيذه جدا. ممكن بقى تختلف بقى زي ما انت تعملي العصير اللي انت بتحبيه. حلوه جدا وخفيفه جدا وظريفه جدا
وسعرها كمان كويس. بس الاول اجربها لمده اسبوع واشوف اذا كانت حلوه او لا، ولو حلوه اتاكد ان انا هجيبها لكم في المكان عندنا.